ان في ناس بتفني عمرها ولسه ما بتبقاش فاهمه نفسها. دي لعبتي، انا كنت فاكر كده اصلا اللي هو لعبه ارقام. هتعذر ناس كتير بقى في الحته دي. انتظروا يا جماعه كورس على اليوتيوب قريب، مش موجود في الوطن العربي كله. انت عيل والله، كله متصور كله متصور. يتم الان العوده لاراضي المعادي الشقيقه، جو حر جدا. يتم تصويرك دلوقتي بس عشان جبت لي قهوه مش هفضحك، مش هقول لهم ان انت بقالك اسبوعين مش راضي تسلم التصل. لا يا ابويا سلم. يا جماعه الراجل ده ما بيشتغلش. لا يا ابويا بس خدت البيت. صاحبي ده بقى ايه دي ايدنتيتي بتاعتي ان شاء الله لسه، بس ما اكتملتش يعني. ده اول حاجه يعني هو ميكس بين الحاجات من العماره الاسلاميه مع حاجات منتجه كده. يعني ده مثلا اللي هتلاقي الباتل شكل الكي فريمز، ده الايز ده صار اللي في النص. شكل الكي فريمز اللي هي البرامج. مثلا الشيب حاجات يعني شبه الحاجات الاسلاميه اللي هي بتبقى البوابات والابواب والحاجات دي. أيوة. محراب، بس لسه هتتطور اكتر يعني. دي اول حاجه. انتظروا يا جماعه كورس على اليوتيوب قريب، مش موجود في الوطن العربي كله، ممكن يكون موجود بره بس مش بالشكل اللي احنا هنعمله. حاجه ليها علاقه بالايدنتيتي والموشن والفيديو وكده. انتظروا حاجات جامده ان شاء الله نعملها قريب. اسمه ايه؟ اضف تعليق. فاكر احمد فهمي كان بيقول لك مش معنى ان مكتوب لك اضف تعليق انك لازم تضيف تعليق. دلوقتي هنصور السيت اب على الجورد الخشب دي، بس لسه بنظبط المكان عشان في شويه مشاهد محتاج ان احنا نصورها عليها، فبنجهز دلوقتي السيت اب عشان نتست الاول قبل ما يعملوا دي. انت عيل والله. ارجع اديله المساحه. اديله المساحه. لا انا كنت هتفرش اديله دلوقتي. المساحه. هو ده اللي همك؟ انا كان في فعلا كنت هتفرش. كله متصور كله متصور. يتم عمل تيستنج للشوت بس بنمرر على اللابتوب عشان نقدر نتحكم في السيتنجز كلها من هنا. يعني ده بلاك ماجيك، نقدر نتحكم في كل حاجه والموبايل بقى بيغير على طول. الحمد لله تم الانتهاء من اديتنج الفلوج الثاني. يتم عمل ريندر للحلقه الثانيه. اوكي الساعه دلوقتي 5:10 ويتم عمل ابلود للفيديو. صح. اوعى يا باشا. ده لسه ما استواش يا اسطى. ده ويل دان ميديوم رير. ده لسه ريق كده. انا بحس ان الواحد لو حتى لو مش مبسوط في شغله واشتغل وعمل الحاجه اللي هو مبسوط بيها جنب شغله هيبقى مبسوط برضه. بس ماذا لو انت بتعمل صدقني لا هيبقى الموضوع اضعاف. يعني اضربه في 10 اكس ولا حاجه لو بقى الشغل اللي انت بتعمله هو برضه بيبسطك. A few moments later. والله العظيم حاسس الموضوع ده. قال لك كده لا انا مش هاخد براي حد. والله ممكن ما ندخلش في النقاش ده تاني. يا ابني والله انا مسلمك. ليه بتاخدوا كده صاحبي هنا؟ ايوه هنا وخدتوه. ارفع تاني الشغل. انا بقول لك مش موضوع الشهور دي، لان انا من اول ما اشتغلت مع انت من في الفيديو اللي هو لسه نازل ذكرت حوار الفانكشن ده، فعايز اعرف بقى ده ساعدك ازاي بما ان انت بقالك تقريبا في كام 5 سنين 6 مثلا 6 سنين. يعني فرق معاك ازاي؟ وهل انت لما اختبرته طلع صح؟ واختبرته ازاي اصلا؟ بص، هو الفكره الاساسيه ان انا ما كنتش مديله الاهميه او ان هو ده صح او غلط. في الاول كنتش ماشي انه خلاص صح، خلاص انا عرفت مفهوم جديد فانا خدته اعتباطا كده او خدته امنت بيه فقمت مكمل. لا، هو كان الموضوع مش اكتر من ان هو ماشي انا معاك يلا تعالى نشوف ايه ده، مش معترض عليه ومش شايفه صح. فبدات اعمل تاسكات معينه. التاسكات دي الريفليكشن بتاعها والانعكاس بتاعها بيدل على فانكشنز معينه في السيستم او في الفهرس اللي هو موجود ده الاساسي بتاع الفانكشنز. لقيت ان في الحاجات اللي انا بعملها بتريليت لحاجات في الفهرس ده. فبدات اخد النقط اللي انا بريليت ليها دي، وبدات بعد كده حطيت لنفسي فرضيه. الفرضيه دي بدات اختبرها. قعدت 2 مثلا بعمل حاجات وعكسها، بشوف انا فعلا شبه الحاجات اللي انا اخترتها دي ولا لا. مش بعد 2 بعد سنه، بعد 1.5 كده او حتى 2 بدات اشك اصلا واقول ايه ده انا ممكن ما اكونش الفانكشن دي. رجعت يعني بعد ما كنت خلاص ثبت على كاركتر معين شكيت فيه تاني، لاني كنت لقيت ان انا ممكن ايه ده انا ساعات في المواقف دي بدات الاحظ حاجات تانية، اخد بالي من حاجات عميقه اكتر. فلما جيت دورت لقيت عارف انت اللي قاعد بيدور ويعمل كده ويعمل كده ويلبس يلاقي نفسه
وصل لنفس النقطه اللي هو كان بادئ بيها. ده بقى فرق معاك ازاي في الشغل لما عرفت الوصول فرق بعدين بقى لما قلت ما انا بقول لك الوصول للحاجه دي فرق معايا طبعا، ان انا في حاجات كتير كانت بتقدرني واروح اعملها على اساس ان هي المفروض انا اللي اعملها، والمفروض انا اكون الشخص الالترا برو ماكس اللي بيعمل كل حاجه، وهو ده الوان مان كرو بقى اللي هو الجامد. فاكتشفت ان في حاجات اصلا بتحرقني، تخلي اي نتيجه او نتاج او منتج طالع مني طالع هش ضعيف او حرقني. يعني هو طالع حلو قوي وحرقني، او ان هو طالع اصلا انا عملته كده عشان تقيل عليا. يعني مثلا جوجل ادز مثلا، مش بتكلم على الادز كونتنت، لا بتكلم على السيستم نفسه، التعامل مع الارقام التعامل مع الارقام والداتا والحاجات. انا كنت ممكن اعمل فيها فاهم، كنت ممكن اكابر اللي هو انا علم رياضه، انا جايب 91.4 في علم رياضه، يعني دي لعبتي. انا كنت فاكر كده اصلا اللي هو لعبه ارقام، اكتشفت انه لا خالص، انا ليه تعرف تشتغلها ليفل معين، ليفل 1 أيوة. ليفل 2 3 ابقى بطه بلد. في حين برضه في فلاتات اكيد. ده كده يعني امال العلماء اللي كانوا بالظبط. بيجمعوا ما بين العلوم 500 حاجه عكس المختلفه. بعض. لا في بس فلاتات دول قليلين. قليل طبيعي. هيسمع يقول يعني حتى اللي احنا بنتكلم فيه ده مش مسطره، هو مش مسطره، هي اقرب للحاجه. يعني انت بالظبط. بتحاول تقرب. هي فكره ان انت بس تحاول تشوف الحاجات القريبه من الحاجه، بتحاول تقرب، بتفهم شخصيتك باقرب نقطه ممكنه. هل انت وصلت للشخصيه؟ صعب، لان في حاجات تانية بتاثر في حاجات كتير. بتكلم على ان ده هاردوير اتملى بايه. تخيل حد قعد 15 سنه كل شويه بيموت الحاجه اللي هي طبيعته. تلاقي حتى عصبي ليه؟ لانه ما بيتعاملش بالكاركتر الحقيقي. احنا عندنا الكاركتر المين كاركتر والشادو، احنا بنتعامل بالاثنين، كلنا عندنا الاثنين. بس اخطر حاجه ان انت تبقى قاعد في الشادو، الرئيسي بقى هو الشادو، يحصل فلابن. ليه؟ لان الاساسي اتضر جدا، الاساسي اتظلم جدا، الاساسي اتوصف بطريقه خلت ان هو لا انا مش هبقى كده، انا بقى الغشيم. فتلاقي الشخص حتى تلاقي كده، هتلاقي انه اخشب حد هو طيب اطيب جداً. حد طيب جدا. هو اصلا ليه بيعمل كده؟ لانه تم استغلاله زي ما بيقولوا. هو مش هيقدر يتخلص من حقيقته، ده انا هيفضل موجود جواه، بس هيجي بس بيصارع بقى. الصراع ده كبير عنده جدا. انا اكتشفت ده مع الاختبار، ولما اكتشفته بقيت مرتاح اكتر في اللي انا بعمله، بقيت عارف ايه اللي بيحرقني وايه اللي ما بيحرقنيش، ايه اللي المفروض اعمله. وبقيت التيم معايا يبقى مقدر انه المفروض اجيب فيه 10 من 10 ويحاسبني على ال 10 من 10. ايه الحاجات اللي هم بيسلموهاني تبقى عارفين ان انا هجيب فيها 5 من 10 فيستلموها 5 من 10 وحد تاني يكملها. فاللي هو مش هجلدك عشان ان انت ازاي ما بتعرفش تعمل، ازاي ما بتعرفش تحسب. لا ما اعرفش اعذر اللي قدامي. تبقى مقدر جدا. بتكلم على ليفل الشغل قد ايه فادني. انا بتكلم على ليفل البني ادمين، على ليفل اصلا الجواز، اختيار شريك حياتي. فرق كتير جدا لو انا بقيت متفهم الشخص اللي قدامي، بقيت فاهم انه عادي يطلع منه ده. فهمت كل واحد ليه بيعمل كده وعذرته، وفهمت ان انا مش المفروض اجبره على حاجه معينه. من اكتر الحاجات اللي هتبقى مضره جدا مثلا فكره البرمجه. هو اصلا دماغه في الحته دي، وديه يتعلم برمجه وخلاص. وديه يتعامل برمجه، ولما بقاش هيتحول ايه بقى؟ فاشل. طب اصلا هو هنا هو احسن حاجه في مكانه هنا. هو المفروض يبقى فنان اصلا، مش المفروض يبقى في الحته دي خالص. بكلمك بشكل مجرد ومخل. يعني أيوة بقول أيوة. فنان وبرمج، لا مش ممكن ما يكونش اصلا لغه البرمجه دي اللغه اللي بيفهمها صح. الفكره في ايه بقى؟ في ان انت ازاي تعرف ان انت فعلا في المكان الصح. في ممكن تقعد فيه 10 15 ساعه وانت مش واخد بالك، مش كاره نفسك ولا كاره حياتك. تالت حاجه ان انت تبقى اصلا النتيجه بتاعته مبهره للي حواليك، يعني اللي حواليك المتخصصين. بس هنا لازم نبقى الشخص ضامن ان هو متعلم كويس نوعا ما الاول، يعني متعلم الحاجه دي كويس. بالظبط. ده كده لو بتعلمها صح ده الاساس. لو في حاجه منهم ناقصه فانت تشك. عارف انت بتبان في ايه؟ بتبان في الحاجات اللي هو لو دخلت تاسك مع حد مثلا، لو دخلت ميديا باينج في مجال مثلا، تلاقي ان في حد ماشي بسرعه. سرعه التعلم دي مهمه جدا. يعني نقدر نقول مستمتع دي تاخد وقت فيها بتسهى عليك، دي نقطه واحده. التانية حاجه هي سرعه التعلم، تالت حاجه هي النتيجه بتاعتك. فانت مثلا دخلت مجال لقيت نفسك مستمتع بيه وبتقعد 10 ساعات تذاكر، ومش بس 10 ساعات تذاكر، 10 ساعات تشتغل وتنتج فيه على بعض، وما تبقاش واخد مش حاسس بالوقت. هتلاقي في مجالات كده انت بتعد الثواني قاعد بتمنتج، لو حد حطك قدام برنامج مونتاج تبقى يعني 100 سنه، اللي تلاقيك قعدت نص ساعه. الفكره تاني حاجه سرعه تعلمك في الحاجه. عارف لو حضرت كورس مثلا تلاقي في حد كده في الصفوف الاولى، حتى واحنا مش في الصفوف الاولى اللي هو الدحيح، لا هو بيلعبها كده،
يعني في برمجه مثلا او ميديا باينج هتلاقيه هو الارقام بالنسبه له لغه سهله جدا ما بيتعبش فيها، فتلاقي سرعه التعلم بتاعته عاليه جدا، وانت بتتعلم وبتجتهد بس لا مش يعني في حد مش معناه ان انت غبي وهو ذكي. هي دي الفكره اصلا، ان احنا بنتعامل مع الموقف ده ايه؟ غباء وذكاء. غباء وذكاء. ايوه. وده كارثه. ده متفوق وده مش عارف ده متفوق وده فاشل، فانت توصل نفسك بالفشل وتفكر ان انت مشكله وقصور عنك، هو اصلا مش قصور، انت بس مش في مكانك. المفروض ان انا اتكلمت عن الفيديو بتاع سيف في الفيديو اللي فات، كده كده الكلام ده مش هيتفهم الا لو حد راح شافه. فهو بالظبط. بعد ما يشوفه بقى المفروض انه يشوف مجال هو حبه ويروح يجرب كل الفانكشنز اللي فيه. مجال مثلا زي الماركتنج، فهو يخش يجرب يخش ديزاين، بقى يجرب فيديو، يجرب كونتنت، حاجة. كل حاجه، ويبدا يتابع نفسه بصدق عشان ما بالظبط. يبقاش بيغفل نفسه. ويشوف هو بيتعلم بسرعه ولا لا. وده سنين عايز تقدرها صح، عايز ما تستكترش السنين دي. فكر في الكونسبت ان في ناس بتفني عمرها ولسه ما بتبقاش فاهمه نفسها، ما بتلاقيش نفسها، مش فاهم هو بيتصرف كده ليه ولا بيعمل. ما بتلاقيش نفسها، بتبحث بتدور على ان هي نفسها، يعني عمر عشان تلاقي نفسها وما بتلاقوش. فانت ربنا رزقك بحاجه، ودلك على حاجه، وقعك في فيديو يوضح لك حاجه تختصر لك العمر ده كله 5 سنين 6 سنين. فده رزق كبير، دي حاجه نحمد عليها ربنا لحد ما نموت. فدي حاجه تستحق فعلا من السنين. في ناس ربنا بيرزقها الوصول من اول شهور، يعني انت تقع في معضله تانية، اللي هو طب ما في ناس بتكتشف نفسها كده، في ناس اصلا ما الناس كلها عايشه، طب ما الناس كلها ماشيه بالعادي. هو رزق. هو يعني لو لقيت حد شاطر في مجال هو ما اكتشفش نفسه، هو رزق. هتعذر ناس كتير بقى في الحته دي في مجالاتها. هيصعب عليك اللي مجتهد قوي في مجالك بس النتيجه ضعيفه، هيستخسر التعب ده اللي هو تعبه. فهي الفكره في ان انت تقدر السنين دي ان هي مش كتير، والسنين دي مجاز، يعني مش ممكن توصل في اي وقت، الله اعلم يعني. بس هي مفيش حد هيقول لك روح ديزاين، روح كذا وروح عليه، روح برمجه عشان هي الاحسن. والله لو في مكانك كل المجالات تقريبا، كل المجالات حرفيا، واكد لي على ده، الشاطر فيها ممكن ياخد مبالغ عاليه جدا. اي مجال حط الصنايعيه مش كلهم بياخدوا نفس الفلوس. ما تدورش على الفلوس، دور على الحاجه اللي انت تبقى مبسوط بيها، مش بس مبسوط بيها، تتعلم فيها بسرعه ونتيجتك فيها مبهره للمتخصصين. لو بس حصل دي مش الفلوس هتجيلك، لا، عشان الجمله الطبيعيه دي، لا الفلوس مش هتجيلك برضه. هتجتهد ساعتها، بس هتبقى اسهل وهتبقى قادر تجيب منها فلوس كتير. جامد.